الحرية ممكن تدمرك. كلنا بنحلم بالحرية، نتحكم في وقتنا، نشتغل اللي احنا بنحبه ونقول بفخر انا مدير نفسي. بس الحقيقة الحرية لو خدتها قبل وقتها ممكن تكون سبب فشلك. كال نيوبورت بيقول السيطرة مش اول خطوة في الرحلة، السيطرة هي الجائزة اللي بتاخدها بعد ما بتبني مهاراتك وتثبت ان انت تستحقها. في الجزء اللي فات من كتاب So Good They Can't Ignore You اتفقنا ان الشغف مش شرط يوصلك للنجاح، والسر الحقيقي ان انت تبقى شاطر لدرجة ان محدش يقدر يتجاهلك. في الفيديو ده هنكتشف القاعدة الثالثة والرابعة، ازاي تمسك زمام السيطرة في شغلك، وازاي تلاقي المهمة اللي تدي لحياتك معنى اعمق بكتير من مجرد وظيفة. خلينا في البداية نسأل سؤال مهم، ليه في ناس اصلا بتحب شغلها؟ كال نيوبورت بيقول التحفيز مش بيجي من الشغف، التحفيز بيجي لما شغلك بيحقق 3 حاجات: السيطرة، الكفاءة، العلاقات. اول حاجه السيطره، ان انت تحس ان انت ماسك يومك. بص كده حواليك في الشغل هتلاقي في ناس بتصحى بالعافيه توصل للمكتب وهي مش عايزه تبدا يومها اصلا. ليه؟ لان هم مش حاسين ان هم عندهم سيطره في حاجه. المدير بيكرر كل حاجه، الشغل بيتغير كل يوم من غير سبب، والوقت بيجري عليهم من غير ما يحسوا ان هم اختاروا حاجه بنفسهم. حتى منيو الاكل انت ما بتختاروش. تاني حاجه الكفاءه، انك تحس فعلا ان انت شاطر في اللي انت بتعمله. كتير بيشتغلوا من غير ما يتطوروا، بيتعلموا حاجات سطحيه علشان الشغل يمشي، وده بيخليهم حاسين ان هم مش مميزين في اي حاجه، ان اي حد ممكن يعمل اللي هم بيعملوه ده. تالت حاجه العلاقات، ان انت في مكان حاسس فعلا بانتماء وارتباط بالناس حواليك. وطبعا كل واحد لما بيبقى محبط او مضغوط العلاقات بتبوظ، بتلاقي الشغل كله توتر والناس بتتعامل كمنافسين مش زملاء. مفيش احساس لا بالانتماء ولا بالدعم ولا اختيار منيو الفطار. دي رساله احب اوجهها لزمايلي. كال نيوبورت بيقول مفيش شغل في العالم هيخليك سعيد لو ما فيهوش ال3 حاجات دول: السيطره، الكفاءه، العلاقات. وهنا انا تخيلتك بتسال سؤال مهم، ازاي نرجع السيطره دي لحياتنا؟ كال نيوبورت بيقول السيطره واحده من اقوى مصادر السعاده في الشغل. بس خد بالك من حاجه، السيطره اللي بنتكلم عنها مش هي ان انا اسيب الشغل واشتغل اللي انا عايزه، ولا انك تعمل اللي في دماغك وخلاص. السيطره اللي احنا بنتكلم عنها هي ان انت تبقى صاحب قرار في حياتك المهنيه، يعني يكون عندك مساحه ان انت تقول لا دي مش اولويه، تختار المشاريع اللي بتشتغل عليها، ترفض العميل اللي مش بيقدر شغلك. السيطره اللي بنتكلم عليها ان انت تبقى صاحب قيمه تخليك تختار مش مضطر. مثال، في اي تيم بيبقى فيه شخص شاطر جدا الناس بتروح تساله لو احتاجت حاجه، ومش شرط يكون الشخص ده مدير. يعني مثلا لو السيستم وقع احنا عارفين ان هو هيتعامل، اللي لو في اجتماع مهم المدير هيكون حريص ان هو يحضر علشان بيقول افكار مهمه. ده بقى عنده سيطره. ليه؟ لانه بني سمعه تخلي رايه مسموع. انما انت لو معتبر الشغل عربيه فول بتروح تفطر فيها وخلاص وهمك المنيو، فانت هيكون سهل جدا الاستغناء عنك. بس طبعا منيو الفطار مهم كده هنا. ده مثال لو في شركه. خلينا ناخد مثال تاني، واحد بدأ فريلانس في الجرافيك مثلا. في الاول بياخد شغل باي ثمن، بس مع الوقت ركز ان هو يتقن مجاله، فبقى بيختار المشاريع اللي يشتغل عليها، بيرفض العملاء اللي بيستهلكوا طاقته. دلوقتي ده برضو عنده سيطره، مش لانه حر، بس هو كون مهارات تخلي صعب جدا الاستغناء عنه. كال نيوبورت بيقول السيطره اللي مش مبنيه على كفاءه بتكلفك كتير جدا. السيطره مش اول خطوه، السيطره نتيجه، ولما تبني مهاراتك وتثبت قيمتك السيطره بتيجي لوحدها. ساعتها بقى تقدر تختار شغلك، تختار وقتك، تختار منيو الفطار، تشتغل بشروطك لانك فعلا تستحق ده. بس حتى السيطره على الشغل مش كفايه، بعدها هتلاقي نفسك بتسال سؤال تاني، انا ليه بعمل كل ده؟ ايه الهدف الحقيقي من ورا الشغل اللي بصحى له كل يوم؟ هنا بقى بيجي مفهوم المهمه. كال نيوبورت بيقول الناس الاكثر شغفا بشغلهم مش هم اللي تبعوا شغفهم، لكن اللي لقوا مهمه تستاهل يتقنوها. والمهمه هنا هي الرساله اللي بتقدمها في حياتك، هي اللي بتخلي لتعبك قيمه. ممكن تبقى رسالتك زي دكتور مجدي يعقوب خلى الطب رساله، او دكتور محمد مشالي خلى الرحمه مهنه، او زي الحاج محمود العربي خلى البيزنس اكتر من مجرد راس ماليه. وممكن تكون رسالتك ان انت بتبني امان لعيلتك. وهنا صاحبي كال نيوبورت بيأكد على 4 اخطاء لو وقعت فيهم ممكن تضيع كل اللي بنيته ده. اول غلطه انك تطلب السيطره من قبل ما تستحقها، تقول انا زهقت وهسيب الشغل قبل ما يكون عندك مهاره تفتح لك باب تاني. الحريه من غير كفاءه فخ مش حلم. تاني غلطه انك ترفض اي فرصه لمجرد ان هي مش شغفك. تاني، الشغف مش بيجي كده، الشغف بيجي بعد ما بتتعب وبتطور. تالت غلطه انك بتشتغل كتير بس من غير ممارسه متعمده، يعني كل يوم نفس الطريقه، نفس الغلط، نفس النتيجه. المجهود لوحده مش كفايه، لازم يكون مجهود ذكي. رابع غلطة إنك تسيب مهمة كبيرة لأنك شكيت في نفسك. ساعات الطريق بيكون تقيل بس الفكرة اللي هتغير حياتك مش لازم تكون واضحة من الأول. ستيف جوبز بيقول You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. أنت عمرك ما هتشوف الصورة كاملة وأنت واقف قبل ما تطلع السلم. الخلاصة المعنى مش بيكتشف، المعنى بيتبني. الشغف مش بتبدأ بيه، الشغف بيجي لما بتتقن اللي بتعمله. خطوات عمليه بقى، ورقه وقلم وخليك معايا. اختار مهاره واحده لو اتقنتها هتفرقك عن اللي حواليك، ركز عليها وخليها مشروعك اليومي. ابني قيمه في اللي بتعمله، اشتغل بضمير، واسال نفسك كل فتره انا ليه بشتغل؟ هل عشان الفلوس ولا علشان ابني حاجه تسيب اثر؟ الكتاب ده مش عن الشغل بس، الكتاب ده عشان تبني اسلوب حياه
او ممكن نلخص الكتاب ده كله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. قول لي في الكومنتات ايه المهارة اللي نفسك تبنيها وتخليك لا يمكن تجاهلها.